الفراعنة، موضوع الخنزير أنا قلت سأقول في الأساطير المصرية. معلش أنا هقول شوية كلام، يعني هو أساطير. في إله الشر عندهم اسمه ست، في هيئة خنزير أسود زي ما شايفين. ده الشكل بتاعه. نكبرها شوية كده الأحباء يشوفوها. الإله ست جرح الإله حورس ابن الإله أوزوريس والإله إيزيس، وفي بعض المراجع خلع عينه. وقدماء المصريين بيحبوا عائلة إيزيس وأوزوريس. من هنا بدأت كراهية المصر قدماء المصريين للإله ست اللي هو ظهر في شكل خنزير أسود. اللي من هنا كرمز الانتقام من هذا الإله الخنزير الذي ظهر في شكل خنزير، يقدمون الخنزير كذبيحة لإله القمر، كذبيحة لإله القمر، علشان القمر هو إحدى عيني حورس. فبيذبحوا الخنزير الوحش ده اللي هو قتل، اللي هو خلع عين حورس. نعم. بيذبحوه كناية عن انتقام منهم من هذا الخنزير، مع أنه كان ماخذ شكل إله، انتقاما منه. فهو يضحى لحورس، يذبح لحورس انتقاما من ست. الإله ست. الإله ست اللي أخذ شكل الخنزير. نعم. بس اسمعوا، يذبح فقط، يقدم لإله القمر فقط، لإله القمر فقط. ولا ننسى أن الإسلام دين قمري قام على أنقاض ديانة قمرية موجودة في شبه جزيرة العرب. فكونه يحرم الخنزير ويأكل الجمل، ده معناه مش بس مصدره توراتي، ده معناه هو له تأثير آخر.